اسمي روشيني، وهذه القصة عن ابنتي أفرا وحياتها. توفى زوجي وزوجني والدي رجل آخر، وكان له ابن من زواج آخر. بينما كنت أملك ابنتي، فأصبح ابنه وابنتي ينامان في غرفة واحدة. لكن من أن تستيقظ ابنتي في الصباح حتى تغير غطاء السرير، ثم تخفي الغطاء القديم وتغسله سرا وتذهب للاستحمام، وكثيرا ما كانت تخشى عليها وتفقد وعيها، وكانت تضعف يوم بعد يوم. وفي صباح ما دخلت مسرعة إلى غرفة ابنتي. المنظر الذي رأيته جعلني أغرق في الخجل، حتى تمنيت أن تنشق الأرض وتبلعني، ولم يخرج من قلبي سوى دعاء واحد: اللهم لا تري مثل هذا المشهد لأي أم أو أب، إذ كان هناك ابنتي وابني. لقد أصبحت أرملة بعد عامين فقط من زواجي، وكان عمري آنذاك 18 سنة، لأن والدي زوجني في 16 من عمري، وكنت الابن الوحيد لهم. ومع ذلك شعرت أنهم يعتبراني عبئا ثقيلا، فلم يحباني يوما من أعماق قلبهم، بل كان يعاملان بصرامة وقسوة. وربما بسبب بعض القيود العائلية لم يتمكن أبي من الزواج ثانية، ولذلك كان يزداد غضبه لي ويشتد قسوته علي، ولهذا زوجني مبكرا. كان زوجي موظفا في مدرسة حكومية، ورزقنا ببنتي عمرها 3 سنوات، لكنه في يوم من الأيام وهو عائد من عمله تعرض لحادث ومات على الفور. كان ذلك اليوم كأنه يوم القيامة بالنسبة لي. إذا انهارت حياتي وتتبعت المصائب فوق رأسي. ولم تمضي أيام حتى طردني أهل زوجي، أعادوني إلى بيت والدي، إذا اعتبروني امرأة مشؤومة جلبت الموت لابنهم. فعدت صامتة حزينة أحتضن ابنتي وأبكي كثيرا. ثم لم يطل الأمر حتى زوجني والدي رجل آخر كان له ابن من قبل، وأنا لدي ابنة، فكنا نتشابه بعضنا في الحال. فتم الزواج، إذ لم يكن يأتيني أي خطاب صالحون. كان اسم ابن زوجي أرسلان، وهو أصغر من ابنتي بعام. فصرنا نعيش مع ويمضي بنا الزمن حتى بلغت أفرا السن 16 من عمرها، وأرسلان 15. غير أن والد أرسلان أي زوج التاني توفى أيضا بعد صراع طويل مع الأمراض المزمنة، فخبي نور البيت ورحل عنا إلى الأبد. ولحسن الحظ كنا نملك بيتا صغيرا، وكان فيه دكان بقالة متواضع، ولم نقلق من الإيجار. وفي ليلة ونحن نائمون سمعنا صوتا شديدا هز البيت، فارتعبت وعدت مدفونا تحته، لكني وجدته قد نجا لأنه قد خرج إلى الحمام. فحمدت الله كثيرا، إذ لو أصابه مكروه فبماذا كنت سأواجه أباه، غير أن الغرفة تحولت إلى ركام، ولم يكن لدينا ما يكفي من المال لإصلاحها، فتركناها على حالها. ومنذ ذلك الحين فرشت فراشي في المطبخ، وطلبت من الطفلين أن يناما معا في الغرفة الأخرى، لأن البرد في الخارج كان شديد جدا، ولم يكن هناك سوى سرير واحد وسرير خشبي عرشه للنوم. كان من الصعب أن ينام شخصان في غرفة واحدة، لكن لم يكن أمامهم خيارا. فالغرفة الأخرى كانت دكانا، وزوجي لم يبني في البيت سوى 3 غرف، وواحدة منهم كانت ضرورية للدكان، فلم يبقى لنا سوى غرفتين فقط، والمضطر يرضى ما قسم له. وفي يوم نام ابني في غرفة ابنتي، وفي الصباح حدث أمر جعلني في دهشة كبيرة. فقد استيقظ أرسلان باكرا وجلس ليتناول الفطور، بينما بقيت أفرا نائمة على غير العادة، إذ لم تكن طليل النوم هكذا. فاستغربت وتأخرت حتى دخلت عليها الغرفة، فإذا بي أجدها فاقدة الوعي. سارعت باستدعاء الطبيب إلى البيت، وبعد فحصها قال إنها مغمى عليها بسبب ضعف شديد ونقص في الدم، وحذرني إني لا أكلفها بأي عمل شاق، بل عليها أن ترتاح وتأكل كل الفاكهة والطعام المغذي حتى تتعافى. وحين أفاقت ذهبت إليها وسألتها عما جرى، فقالت إن الدوار أخذها فجأة، فطلبت منها أنها تستريح، ووعدتها إني أحضر لها الفطور. غير إني حين عدت معي الطعام لم أجدها في الغرفة، ولاحظت أن الغطاء مفقود من على السرير، فخرجت أبحث عنها فوجدتها تجلس في الخارج
تغسل الغطاء بيديها، فغضبت عليها وقلت لها إن الطبيب أمرها بالراحة، فلماذا ترهق نفسها؟ لكنها أصرت قائلة: يجب أن أغسل هذا الغطاء لأنه الغطاء الوحيد لدينا لنفرشه على السرير. حاولت منعها لكنها لم تذعن، وأخذت الغطاء لتعلقه على السطح ليجف. أما أرسلان فقد ذهب إلى عمله، إذ لم يتمكن من تعليمه حتى الآن المرحلة الثانوية، ثم اشتغل في محل الأقمشة. كان يقول لي أحيانا إنه تناول طعامه في الخارج فيرجع لينام في غرفة أخرى، أما أنا فقد كنت أنام على سريري في المطبخ. بعد أن ضاقت بنا الغرف كنت أستحضر ذكريات زوجي الثاني في تلك الليالي، فقد كان رجلا طيبا وعطوفا، لم يذكرني يوما بزواجي الأول، وكان يتعامل مع ابنتي أفرة كأنها ابنته، وكذلك أنا كنت أعتبر أرسلان كابني، ولم أخبره قط إنه ليس ابني من صلبي، وقد غمرني بحبه وبره حتى كان أقرب إلي من الابن الحقيقي. كان هو الرجل الوحيد في البيت، سندنا الوحيد، لذلك تمسكت به رغم إني نصحته بمتابعة الدراسة لينال شهادة تفتح له أبواب عمل أفضل، لكنه لم يقبل هذا الكلام. وفي صباح آخر فوجئت من جديد إذا أغمى على أفرة مرة أخرى، وهذه المرة كان وجهها أصفر شاحبا وكان الدم قد سحب من جسدها، فاستدعيت الطبيب فأعاد التأكيد إن حالتها خطيرة جدا إذ لم تعالج بجدية، وإن إغماءها المتكرر ليس أمرا بسيط. وبعد ذهابه أفاقت أفرة، فهددتها بإني لن أسمح لها بالقيام بأي عمل، غير إني عندما دخلت غرفتها بعد قليل وجدتها من جديد تغسل غطاء السرير. وقفت أراقبها من بعيد فإذا بها تقوم بذلك وكأنها مسحورة تغسل الغطاء بعد كل إغماء، وبدأت أشعر أن الأمر لم يكن طبيعي، فهذا التصرفات لم تظهر إلا منذ أن بدأ رسلان ينام في غرفتي، ومنذ ذلك الوقت بدأت حالات الإغماء تتكرر، رغم أن أرسلان كان أخاها الغير شقيق، إلا أنه نشأ معها منذ الطفولة وكانت بينهم علاقة كالأشقاء تماما. فماذا يحدث إذ لم تتدهور صحة ابنتي يوما بعد يوم؟ كنت أبكي وأتساءل ما سر هذا كله؟ إن المرأة تضعف حين تلد وترهقها الحياة، لكن فتاة شابة في عمر الزهور أن تفقد وعيها هكذا مرارا، فذلك ليس أمرا طبيعي. وفي اليوم التالي غسلت ابنتي الغطاء من جديد ونشرته على السطح، وكانت تنظر من حولها وكأنها تخشى أن أراها، بينما كنت أراقبها من بعيد متظاهرة بإني لا أنتبه إليها. ثم عادت إلى الغرفة وتمددت على السرير وتغطت بالغطاء الآخر لتخفي عني ما تفعل. قدمت لها الفطور والدواء، غير إن الدكان لم يكن يسير على ما يرام، فلم يأتينا زبائن كتار، وإنما أطفال يشترون الحلوى بالقليل من النقود، وهذا لم يكن يكفي لمعيشتنا، فكنت دائما في قلق عميق، لكنني أخفيت همي عن أولادي، حتى أرسلان الذي كان يعمل منذ صغره، إذ لو أخبرته لازداد همه. والطبيب أوصاني إن أطعم ابنتي طعاما جيدا، لكن الحالة لم تكن تسمح لنا، فكنا بالكاد نوفر قوت يومنا. وذات يوم سمعت أرسلان وأفرة يتحدثان بأحاديث غريبة لم أفهمها، إذ قال لها: لقد أرهقت نفسك مبكرا، إن لم تستطيع التحمل فلن نكمل هذا. فردت عليه: لا يجب أن أفعل هذا، فمثل هذه الفرصة لا تتكرر كثير. قال لها: لكن صحتك لا تتحمل، وأنا لا أريد أن أخاطر بحياتك. فقالت: فقط أسبوعين أو 3 ثم ينتهي الأمر. كنت مذهولة مما أسمع ولا أدري ما المقصود. ثم في صباح آخر غسلت أفرة الغطاء مجددا وذهبت إلى السطح، فرأيتها تتيقظ جانبا. سألتها: ما بك؟ فارتبكت وقالت: شعرت فجأة بالغثيان. فقلت لها: ماذا تعنين؟ وماذا تأكلين؟ ولماذا تقررين غسيل الغطاء؟